في لاعب الاهلي بيخلص فيه، لو عرفت قصته قبل ما تعرف نهايتها هتسال نفسك سؤال: ازاي اللعيب ده وصل للنادي الاهلي؟ موهبه خرجت من اهم اكاديميات في المغرب، لمع اسمه مع الرجاء المغربي وبعدها راح اوروبا وهو عنده حلم النجوميه، لكن بدل ما يكمل طريقه هناك رجع المغرب، وناس كتير بدات تقول ان القصه خلصت هنا، بس اللي حصل بعد كده كان عكس كل التوقعات. اللاعب اللي كان قريب من النسيان رجع يكتب فصل جديد في مسيرته، ومن هنا بدات قصه سفيان بن جديده مهاجم الاهلي الجديد. حكايه سفيان بن جديده بدات من المكان اللي يعتبر مصنع المواهب في المغرب، اكاديميه محمد السادس. الاكاديميه دي خرجت لعيبه وصلوا لاعلى المستويات، وكان بن جديده واحد من الاسماء اللي لفتت الانظار فيها، ومن هنا بدا حلم المهاجم المغربي الصغير انه يبقى لاعب محترف. بعد الاكاديميات بدا بن جديده رحلته مع الانديه المغربيه، بدايه من الفتح الرباطي الى الجيش الملكي، لكن المحطه اللي صنعت اسمه الحقيقي كانت مع الرجاء البيضاوي المغربي، وهناك بدا الجمهور المغربي يعرف مين هو سفيان بن جديده. مع الرجاء ظهر شكل المهاجم اللي الاهلي مهتم بيه دلوقتي، لاعب سريع يتحرك بذكاء، لا ينتظر الكره فقط لكنه يبحث عن المساحات. خلال فترته مع الرجاء شارك في 64 مباراه وسجل 14 هدف، وكان وقتها واحد من ابرز المهاجمين الشباب في الكره المغربيه. بعد تألقه في المغرب جاء الاختبار الاكبر، اوروبا فتحت الباب امام بن جديده واتنقل الى ستاندر ليج البلجيكي سنه 2023. كان الهدف واضح، يثبت نفسه في اوروبا ويكمل طريق النجوميه، لكن اللي حصل هناك كان اصعب مما توقع الجميع. في بلجيكا الامور ما كانتش ماشيه زي ما بن جديده كان عايز ومتخيل. اللاعب بدا مع ستاندر ليج وبعدها خرج اعاره لفريق مولمبيك البلجيكي، لكن حتى هناك التجربه ما كملتش للنهايه. ليه بقى؟ حصل ازمه بينه وبين زميله المغربي اشرف العزيري، ووصلت لخناقه بالايد، وبعدها النادي قرر ينهي اعارته ويرجعه لستاندر ليج مره اخرى. بعد ما رجع لستاندر ليج وانتهى الموسم وخلاص ما فيش جديد ولا قديم، رجع المغرب مره ثانيه، وهنا حصل التحول حقيقي في القصه. رجع بن جديده للمغرب الفاسي المغربي، وكانه بدا مسيرته من اول وجديد، نقطه ومن اول السطر. ثقه اكبر، هدوء امام المرمى، وشخصيه مختلفه تماما. قدم افضل موسم في مسيرته في الدوري المغربي، واجبر الجميع على اعاده النظر فيه وفي شخصيته وفي موهبته. سجل 20 هدف في 30 مباراه، اثبت ان التجربه الصعبه في اوروبا لم تنهي مسيرته. ليه الاهلي عايز يخلص في بن جديد؟ بن جديد مش مهاجم بيقف ينتظر الكرة باستمرار، هو مهاجم بيتحرك طول الوقت، بيجري خلف المدافعين، بيضغط على الخط الخلفي للمنافس باستمرار، بيعرف يظهر في الاماكن الصح وقت انهاء الهجمه، سريع جدا، بيتحرك بدون كرة، الفينش عنده عالي، وعنده قدره على اللعب كمهاجم او جناح، يعني عندك حلين بمركزين. لكن لازم نكون واقعيين، هو مش مهاجم بيعتمد على القوه البدنيه، وكمان بيحتاج فريق يصنع عليه فرص عشان يظهر افضل ما عنده. الان يبدا التحدي الاصعب، قميص النادي الاهلي والضغط الجماهيري. الفكره بقى، هل ينجح بن جديده ويكون مفاجاه الموسم بالنسبه للاهلي وجماهيره ام لا؟ اكتب لي رايك في الكومنتات. كان معكم مذيع مصر ابراهيم عاطف.